أصبح فيها اشتباك حقيقي واقتتال عنيف عرفت بحرب الرمال. ومن الطرق المعتمدة لتهريب السلاح لنتكلم قليلا عن التعبير الفعلي للأخوة بين البلدين. السلام عليكم وأهلا بكم في القارب. صراع المغرب والجزائر لم يكن بمحض صدفة، وكانت هناك أيدي خفية وراءه، ومنها انعدام اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين. وكان المستعمر الفرنسي يدخل ويخرج بالشكل الذي أراد، كذلك الطفل الذي يلعب في الحديقة ويدمر كل شيء. لكن المستعمر لم يلعب دور الطفل ولعب دور الجوكر. في حلقة اليوم لن أتكلم عن الشعبين، لأن كل جزائري وكل مغربي يعرف العلاقة الوطيدة التي بينهم، ولنا أحبة من الجزائر يتابعوننا ونتابعهم. وسوف نتكلم فقط عن بعض الأحداث التي حدثت بين الدولتين وأدت إلى هذه الخصومة. وكان المستعمر الفرنسي مثل الجوكر بين البلدين، ولم يقم برسم حدود بدقة بين البلدين بحجة أن المنطقة جافة ولا تتوفر على مياه وأنها غير مؤهلة. وتم فقط رسم 165 كيلومتر ابتداء من البحر الأبيض المتوسط باتجاه الجنوب. ونحن نتكلم عن قبل استقلال الجزائر وأثناء الحماية الفرنسية للمغرب. لي استعمار فقط يتم خلق بعض الكلمات للتغطية عن الجرائم. المهم، قرر المستعمر الفرنسي رسم الحدود بين البلدين، واتبع منهج سيء في رسم الحدود يختلف من خريطة لأخرى، وترك كل شيء غير واضح. وما إن تم اكتشاف مناجم المغنيسيوم والحديد في المنطقة، قررت فرنسا تدقيق رسم الحدود بين البلدين وإدخال كل من تندوف وبشار ضمن المقاطعات الفرنسية للجزائر. ما هو موقف كل من البلدين؟ المغرب طالبت باسترجاع الأراضي الجزائرية من فرنسا الاستعمارية قصد التوسع شرقا، مستندا لخارطة المغرب الكبير التي نشرها علال الفاسي في 7 يوليوز 1956، تدعي أن للمغرب حقائق تاريخية ترجع إلى ما قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث كانت هذه الأخيرة تابعة للحكم التركي، والجزائر تنظر لتلك الأراضي على أنها حق طبيعي، وطالبت بعدم المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار بالاستناد إلى مؤتمر باندونغ. وبدأت بعض المناوشات، عمال مغاربة يعملون في الجزائر يطردون، وكذلك تجار في مدينة وجدة. وظلت المناوشات العسكرية وحرب إعلامية إلى أن تطورت إلى حرب حقيقية أصبح فيها اشتباك حقيقي واقتتال عنيف حول واحد في جيج وتندوف عرفت بحرب الرمال. قبل ذلك كان كل من البلدين مثل الإخوة. بعد أن تدخل المستعمر قام بإشعال نار الحرب بينهم، فتوسطت كل من منظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية، فتم إيقاف إطلاق النار. ملامح الأخوة واضحة في التاريخ والثقافة والدين والنسب، أما ملامح الخصومة فتعود للاستعمار الفرنسي. وفي سنة 1994 تم غلق الحدود بين المغرب والجزائر على إثر تفجيرات وقعت في فندق إسني بمراكش، والذي قرر عقبه الملك الراحل الحسن الثاني فرض التأشيرة على الجزائريين، ليأتي قرار الرئيس الجزائري اليمين زروال بغلق الحدود البرية بين البلدين. وانهارت حركة المبادلات وضاعت الكثير من فرص الشغل وافترق الأحباب. لنتكلم قليلا عن التعبير الفعلي للأخوة بين البلدين. بتاريخ 15 شتنبر 1956 ألقى الملك الراحل محمد الخامس خطابا له بمدينة وجدة، عبر فيه عن معاناة الشعب الجزائري من الاستعمار الفرنسي، وكان دعمه للقضية صفعة علنية قوية للمستعمر. والدعم من المغرب لم يكتفي فقط بالتصريحات وإثارة المشاعر، بل كان يقابل ويحتضن قادة الثورة الجزائرية ويمد الثورة بالسلاح. كيف؟ فتحت القوات المغربية الحدود للجزائريين وجعلت من أراضيها موطنا لتدريبهم، مما زاد قوة الثورة وتشتيت خطط المستعمر. ومن الطرق المعتمدة لتهريب السلاح استعمال صناديق الخضر والفواكه، فكانت تملأ بالذخيرة الحربية، وحتى الأواني الفخارية وحتى خزانات وقود السيارات كانت تشحن بالأسلحة وتمر عبر الحدود. وفي ذلك الوقت لم تكن لا كاميرات مراقبة ولا كاميرات حرارية. ووفر الملك محمد الخامس للمصابين من ثوار الجزائر أماكن للعلاج الطبية على الولايات الحدودية، والكثير من الأشياء لا يسع أن نذكرها كلها حتى لا يطول الفيديو. المصادر دائما في الوصف لمن أراد أن يتعمق. ولم يتوقف الدعم رغم كيد المستعمر الفرنسي وبث الضغائن بين البلدين، حتى نالت الجزائر استقلالها عام 1962 بدعم من إخوتها المغاربة. والذي نراه هذه الأيام هو المعنى الحقيقي لكلمة فرق تسد. نجح المستعمر الفرنسي في خلق فيلم حقيقي هو الآن يتفرج عليه مع كأس شاي والقليل من الفشار.